كده شغال تمام. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخواتي في الله، عاملين ايه؟ وحشني جدا 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 والله. بقالي فتره قد كده اهو ما بنزلش فيديوهات خالص، وكان كل فيديوهاتي عباره عن اكل وطبخ ورياكتات وبتاع والعاب والشغل ده. لا، جاي لكم فيديو حصري تمامي، وكل الناس ابتدت تخش تدور على الفيديو ده بسبب ان هم عايزين يعرفوا ايه الفكره، ايه الموضوع، ازاي كده، الكلام على ايه، وازاي نتعامل والكلام ده كله. فالفيديو النهارده بيخص ابلكيشن اسمه تيمو، ابلكيشن تيمو. فتيمو ده مين وايه اللي حصل ويعمل ايه؟ هنقول كل حاجه في الفيديو النهارده، بس تابعني للاخر وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل لايك. اعمل لايك، خليك جدع، خليك راجل جدع. طيب، انا تيمو ده كنت قاعد في يوم من الايام لقيتني تيمو في مصر، تيمو مش عارف ايه، تيمو عمل كذا، ابلكيشن تيمو نزل، تيمو هتاخد خصومات قد كده، ابلكيشن مش عارف هتاخد ايه. ايه ده يا جماعه؟ في ايه؟ انا واحد بحب التجارب قوي، بحب اخد كده، يلا بينا نجرب على طول حتى لو هتضايق. فالمهم قمت داخل على الابلكيشن وببص لقيت سجلت دخول، مش عارف عملت ايه، تك تك تك، المهم لقيت خصم 90%، خصم مش عارف ايه. عملت الخصم بتاعي، دخلت اخترت الحاجه بتاعتي. طب اخترت ازاي وايه الكميه وايه الموضوع؟ هقولها برضو بخطوات. فهوب قمت حاطط فيست المشتريات وقمت وديت بقى بكام؟ ب1000 جنيه. ايه ال1000 جنيه دي؟ هقول لك برضو في الفيديو. هوب قعدت استنيت، دفعت يوم كذا، جالي يوم كذا، استلمت الاوردر، واهو اللي انتوا شايفينه، اللي انتوا شايفينه من بدري من اول الفيديو، جاي من البريد اهو، جاي لي من البريد عن طريق شركة شحن. تمام. يلا بينا بقى ايه، نعرف ايه الدنيا، ده مين وبيعمل ايه. اولا ابلكيشن تيمو ده دولي فقط لا غير، ده دولي فقط لا غير. فهنخش في الموضوع، نخش في الموضوع. ده يعني ايه دولي؟ يعني مثلا زي انت عندك هنا في مصر امازون، نون، جوميا، دول مصر. وفي دولي بس ليهم بره، تمام، اللي بره بيطلب من اللي عنده، ومصري بيطلب من مصر، خلاص. لكن تيمو لا، دولي فقط لا غير، كل اللي عايز بيجيب من بره. فكره مين بقى مين اصلا تيمو ده؟ على ما اعتقد، دي بس مش معلومه صحيحه، او انا ما عنديش برضو الخبره، فهو صيني. يعني هو الابلكيشن صيني، كل حاجه بتيجي من الصين، ده على ما اعتقد، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتالف. لا، ما انا بقول لك اهو، انا مش بالف، انا بقول لك انا مش عارف، بس هو زي ما بتقول صيني. فكل حاجه اي حد من اي دوله بيطلب من عنده، من على الابلكيشن ده، خلاص. كل الموضوع ان انت اول حاجه، طبعا انا برضو هحط لكم سكرين ريكورد هنا، تمام، للشاشه بتاعتي ازاي سجلت الدخول. رقم واحد، تسجيل الدخول. بتسجل الدخول تمام عن طريق الاكونت بتاعك. قدامك 2 اكونت، جوجل او فيسبوك، تختار حد منهم، تمام، وبتختار. انا عملت جوجل، مفيش مشكله، عشان بحب الجيميل جدا، ولان سريع وافضل ومناسب. رقم 2، بعد ما بتدخل الاكونت بتاعك بيطلع لك ان انت بتضيف رقم تليفون، ورقم التليفون ده بعد ما بتضيفه بيجي لك زي لعبه كده او لغز بتحله، طبعا عشان موضوع جوجل بقى ايه، ان هو عايز يتاكد ان انت انسان او بني ادم وليس ريبوت، زي ما بيجي لك كده انت ريبوت ولا انسان. بعد ما بعت لك اللغز بيقوم باعت لك زي كود تفعيل، اللي هو رقم تفعيلي كده بتحطه، وهوب عملت الاكونت بتاعك اللذيذ. ده رقم واحد، تسجيل دخول. رقم 2، ازاي اشتري المنتجات بتاعتي، او ازاي اثق فيها، او ازاي بقى بختار. هم 3 حاجات بتبقى في نقطه واحده. طيب، رقم 2 ده اول حاجه بتخش فيها ان انت بتختار المنتج، تمام، اللي انت عايزه. طب بتختار يا عم باندا، طب قول لنا المنتج ده اختاره ازاي، وازاي ما تضحكش عليا، وازاي اعرف ان هو ككواليتي نضيفه او ماتيريال نضيفه او مبدئيا الارقام مش كل حاجه. يعني الارقام اللي هي الاسعار مش كل حاجه، لا، السعر مهما تلاقيه ممكن كذا، لا، اهم حاجه كذا. طب ايه هي كذا بقى؟ دي اللي عليها علامه استفهام، وهي ان انت بتشوف التقييمات بتاعت الناس. تيمو اجمل حاجه عليه التقييمات بتاعته جدا. بتشوف ناس بتنزل يعني عامل زي الستوري كده، بتشوف ناس بتنزل صور، بتشوف ناس بتنزل فيديوهات، بتشوف ناس بتتكلم وهي بتجرب الشيء ده. لا حاجه جميله، هو ابلكيشن جميل صراحه، ما فيهوش اي حاجه وحشه خالص. بعديها على طول بتختار المنتج بتاعك، فبيروح على حاجه اسمها عربه التسوق. طيب برضه يا عم باندا، انت ما قلتلناش ايه خصم 90% ده؟ اقول لك ان انت اول ما بتخش بيجيب لك زي لافته كده كبيره، ادخل هنا حصريا خصم 90%، كلام كده. انت هتخش تلاقيه بيشد رجلك، وهوب قمت لابس. ما لبستش حاجه وحشه، لبست حاجه حلوه، ولكن بقى انت احسن حاجه ان انت ما تكررش من القطعه اللي انت بتشتريها كذا حاجه. يعني مثلا ما تجيش مثلا انا هشتري مثلا المحفظه دي،
تمام. لما هشتري مثلا المحفظه دي او واخد منها 6، لا، لما تروح مصلحه الجمارك هيفهموا ان انت تاجر. لو اخدت 10 قطع هيفهموا ان انت تاجر، خدت 5 هيفهموا ان انت تاجر. لا، ما اصل معلش، انت هتاخد 5 ليه؟ ما انت حاجه من الاثنين، يا انت واخدها بخصم هنا وهتدفع عليهم جمارك قد كده، فاهم، وبعد كده تروح تبيعهم انت بقد كده، فلا، ما تشغلش دماغك عليهم. عايز قطعه قطعتين عينينها ليك، ماشي، انت وابوك، انت وامك، انت واخوك، انت وابن اختك، اي حد من العيله بالفهم. لكن تاخد 5، ما تجيبش للعيله كل واحد يشتري في اوردر لوحده يا معلم. انا بقول برضو حاجات اللي هي مناسبه نسبيا، يعني هي حاجه ممكن تتحط في الدماغ نسبيا. طيب ايه تاني بقى بعد ما بتختار؟ طبعا تيجي تدوس يلا بينا الخطوه التاليه، تلاقي ان انت لا، اشتري يا عم اوردر ب 1000 جنيه، لازم 1000 جنيه، هو لازم 1000 جنيه. فانت بتشتري فعلا 1000 جنيه. فال 1000 جنيه دي تختارها بقى كامله، تختارها متقسمه. اجمل حاجه ان انت تعمل حاجه ميكس، يعني تجيب اوردر ميكس بتقسم ما بين كل حاجه، تيشيرت، نضاره، سمارت ووتش، مش عارف، ميكروفون زي اللي انا جايبه ده انا جايبه من على تيمو، بقى الاوردر جواه هنا الحاجه بتاعتنا. طيب ايه تاني؟ بعد ما بتعمل الاوردر بتاعك تيجي بقى لعمليه العنوان. بتحط العنوان بتاعك عادي جدا وبالتفصيل الممل. اجمل حاجه فيه ان انت بتحط تفصيل ممل، جايب لك كل حاجه. ده جايب لك المرج ومدينه السلام ومش عارف معادي ومدينه مش عارف الايه، على راس الناس دي كلها. اي حد من المناطق اللي انا قلتها دي يكتب لي في الكومنت تحت واحلى مسا عليه. دخلت العنوان، الدنيا تمام، الدنيا جميله، يلا بينا بقى المرحله الاخيره وهي مرحله الدفع او قبل الاخيره. مرحله الدفع انت لازم بتكون معاك فيزا. فيزا ايه؟ فيزا مشتريات، يا اما فيزا حساب بنكي ليك في البنك، حاجه عامله زي كده اللي هي من نفس الشركه دي كده او نفس النمط ده، تمام اهو، خلاص، نفس العلامه دي. ده كريدت كارد، دي فيزا مشتريات. يبقى عندك حساب في البنك زي كده، شايف دي اهي فيزا، مكتوب فيزا، تمام، يا رب تكونوا شايفينها. بس فهو يا حساب بنك يا فيزا مشتريات بمعنى الكلام، تمام. بدل ما اقول لك كريدت كارد والناس ما تكونش فاهمها وبتاع، لا، هو كريدت كارد اللي هي فيزا مشتريات، وحساب بنك اللي هي بتبقى تبع فيزا زي كده. اي حاجه ثانيه ما ينفعش. وبرده هو كده كده بيحطك في زون، يا بتدفع فيز، يا اما بتدفع جوجل باي، يا اما بتدفع فوري باي. طبعا انت ما عندكش الاثنين الاخر اللي هو جوجل باي فوري باي، تمام، لا، ادفع فيزا وخلص حالك والاوردر ايه بيتخصم. طبعا بقى بينزل لك خصومات من الابلكيشن وخصومات من عندهم. ها الاوردر وصل، بدل ما كان مثلا انت ممكن تكون منقي اوردر ب 2000 بقى ب 1000، بس انت بتدفع ثمن الاوردر يا معلم، وكده كله في التماموز. كده كله فين؟ في التماموز. بس هنا بقى في عيب، ايه هو؟ ان انت لحد دلوقتي ما عملتش لايك. يعني انا بجد والله انت ما عملتش لايك ليه؟ طب ما تعمل لايك. يعني انا قلت لك في الاول فيديو اعمل لايك، ما اكذبش عليك، اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. لازم يعني اطلع لكم الشاشه اللي كيك والكلام ده؟ لا، اعمل لايك عشان الكلمتين دول رايحين لوجه الله. يجي لك بقى حاجه اسمها تتبع الشحنه. طبعا ده فيما بعد على طول تتبع الشحنه بقى. انا مش عارف التتبع الشحنه بقى احاله للمطار، ومن المطار مش عارف بتروح الحاويه، والحاويه ولا مش عارف ايه اللي بيروح الحاويه، وبعد كده الحاويه للمطار، وبعد كده المطار دخلت البتاع الجمرك، بعد كده كلام كل ده بيتابع عن طريق الجيميل. عشان كده بقول لك خلي بالك، الجيميل بيبقى احسن يعني، عن طريق الجيميل وعن طريق رسائل الاس ام اس هيجي لك بقى. ودي اللي بتبقى ذا اند بالنسبه للاوردر بتاعك اول ما بيوصل مصر. شركه الشحن اللي بتبقى مسؤوله عن الشحنه بتاعتك بتقول لك ادفع الجمارك عشان الشحنه بتاعتك تجي لك، فانت فعلا بتدفعها عن طريق برضو بقى. هنا بقى بيدخلك على ابلكيشن مصري بقى اللي هو تدفع بيه بقى اي كان بقى من كل الابلكيشنز الموجوده بقى، اللي هو مثلا زي فلاش، فوري، مش عارف ايه ومنها شركات يعني، او ما منها تطبيقات للدفع السريع، خلاص. وبتدفع يا عم الجمرك بتاعك، بيجي لك الجمرك. والله انا واحد في الاوردر ده عامل في حدود 1020 جنيه 1050 حوي. ولكن بقى حته اللي هو بقى ايه، طب انت اوردرك بكام؟ طب بقى بكام؟ انا اوردري كان ب 2000 ونص، بقى ب 1020، دفعت عليه جمرك 200 جنيه. طبعا انا مش فاهم، انا الصراحه مش فاهم بقى الجزئيه دي. اللي عنده حد بقى في مصلحه الجمارك يفهم منه الجمرك ده عباره عن ايه وبيخش ازاي والكلام ده كله، هيفهم اكتر وهيستوعب احسن. خلاص، وبكده خلصت كل الفكره عن ابلكيشن تيمو. فانت صراحه التجربه بتاعته كويسه جدا، مش وحشه خالص. ما تنساش اهم حاجه وانت بتشتري، تشتري حسب التقييمات الناس، ولما تشوف عليه ريت او تقييمات كتير او رياكتات كتير، خش اتفرج على كل صوره وشوف ايه اللي بيحصل. يعني انا في منتج هنا اطلعه لكم واوريه لكم بقى،
ده وصل لناس متكسر. انا من غير ما اشوف الحاجات دي لقيت ان في حد كان مشتكي ان المنتج رايح مكسور. انا اتفاجئت بعد ما الاوردر خلاص دفعت ثمنه، ما كنتش شايف، ما كنتش واخد بالي، عرفت انا فيما بعد. فانت خلي بالك من النقطه دي. طيب نخش بقى على طول في الحاجه الثانيه. الصراحه ده الاوردر بتاعي بقى اللي انا جبته. هتقول لي طب يا عم تفتح لنا الاوردر بقى وتشوف. ده الاوردر من البريد اهو. طب ايه اللي جابه البريد؟ هو شركه هي بتنزل للبريد، والبريد طبعا معمول مع شركه شحن، متعاقد مع شركه شحن، وشركه الشحن هي اللي بتجيبه لي. تمام. طيب الاوردر بتاعي بقى كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن المايك اللي انا بكلمكم منه ده اهو. تمام. مايك جميل جدا ما فيهوش اي حاجه وحشه، والكرتونه نظيفه، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم صل على النبي، حاجه في منتهى الشياكه. جايه متنيه شويه بس ما فيش مشكله. في منه لونين وفي منه مخرجين، في التايب سي وفي الايفون. في منه الاصفر زي كده اهو. تمام. وفي منه البيج اللي انا جايبه ده. خلاص. جميل جدا. محتوياته عباره عن العلبه اللي انتم شايفينها دي، والمايكين ده، والسوكت اللي هو المايك ده اللي بيتحط ايه في سوكت الشحن عشان يوصل المايك بالتليفون، ومعاه كابل يو اس بي جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. انتوا سامعين صوتي وانتوا اللي هتحكموا، وانتوا اللي عارفين اللي انا بقوله. دي بقى دي بقى الفكره اللي انا قلت لكم عليها جت مكسوره. دي عباره عن بلوره. تمام. بلوره زي ما انتم شايفينها كده. تمام اهي ار جي بي هي دي. تمام. دي خفيفه جدا وبلاستيك خفيف جدا. ده الريموت. دي ار جي بي فيها جميع انواع الالوان مع 3 مستويات ايه ليفل. انا لسه هعمل لكم انبوكس وهوريكم بتشتغل ازاي والكلام ده كله، بس انا بوريكم الشكل شيء عشان اعرفكم ان التقييمات بتفرق. يعني دي بلاستيك ماشي اهي، بلاستيك اهي لو انتم سامعين الصوت. دي بلاستيك انت لو ضغطت عليها بصباعك هتتكسر، فاهمني؟ يو اس بي وبتاع، بس بتعمل الوان وبسم الله ما شاء الله جميله جدا. هوريكم كل ده في فيديو مفصل، الشرح بتاعه والخامات والحاجه النظيفه. خلاص. ده تاني منتج. تالت منتج بقى تعالى كده. تالت منتج بقى دي 75 قطعه تنظيف موبايل. تمام. 75 قطعه تنظيف تقدر ان انت تنظف بيها تليفونك، مع ملقاط بقى، مع حاجات كده بتحافظ على اليو اس بي بتاعك اللي هو المخرج التايب سي، مع كمان حاجات بتحافظ على المداخل وخوارج الصوت الكلام ده كله. ده زي اللي هو حاجه عامله زي السلك كده بتتحط على السماعه عشان ما يدخلهاش ايه تراب وبتاع، وكلام جميل جدا. وكنت جايب حاجه رابعه طبعا رابعه طبعا، وهو كان جراب لتليفوني، بس للاسف الجراب طلع غير اللي انا طالبه خالص. والله ما كانش رخيص كمان، كان نفسي اوريه لكم للاسف. هبقى احط لكم صور ليه. بس للاسف ما طلعش ليه تليفوني، طلع لتليفون تاني خالص، مع ان وانا اخترته بنفس نوع تليفوني بالظبط. يعني انا ما قلتش في حاجه او انا ما خدتش بالي، لا انا جبت بنفس نوع تليفوني بالظبط. فلما سالت في الموضوع ده حبتين، ما سالتش برضه تعمق، عرفت ان مسميات الموبايلات بره غير مسميات الموبايلات في مصر هنا. فركز جدا في الحته دي كويس قوي. فاعرف بره متسمي بايه وجوه متسمي بايه. خلاص. بس ايه تاني؟ فخلاص بقى انا ايه عملت له استرجاع. طبعا ايه ده استرجاع؟ هو في حاجه اسمها استرجاع؟ يا عم في حاجه اسمها استرجاع. لو عوزت بقى تعرف الاسترجاع قولوا لي في الكومنت ازاي عملت الاسترجاع، وعملت ازاي ايه، ورجعت فلوسك ازاي. هو طبعا فلوس لسه مش هترجع قوي 15 يوم وبتاع، ولكن افهمكم برضه. بس اكتبوا لي في الكومنتات ما تنسوش لو حابين تعرفوا ازاي عملت عمليه الارجاع دي. خلاص. وبس كده. ده كان الاوردر بتاعي اهو. اوردر جميل. الحاجه جايه لي كويسه جدا. طبعا لما بصيت على التقييم بتاع الشخص اللي كان كاتب وان هي مكسوره كنت خايف جدا ان هي تجي لي مكسوره الصراحه، والحمد لله جات لي سليمه. وبكده نهيت الفيديو بتاعي معاكم. وبكده احب اشكركم جدا ان انتوا قعدتوا معايا الوقت ده كله. معلش طولت عليكم بس لازم افهمكم واحده بواحده بواحده. ولان طبعا الحاجات دي في ناس كتير اصلا بتقلق منها، في ناس كتير جدا بتخاف تخش تخوض هذه المعركه. وطبعا اكتر حاجه بقى بقول لكم معلش عليها وانا اسف، المنظر اللي حواليا ده ان شاء الله انا بجدد او بحاول اجدد يعني، وان شاء الله هتبقى يعني شكل تاني احلى من كده فلسه بنقول يا بسم الله الرحمن الرحيم. ويا رب اكون ساعدتكم، يا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه. بكلم كتير بس معلش انا عايزكم تفهموا على قد ما تقدروا. بس كده. واحب اشكركم جدا. ما تنساش بقى تعمل لايك برضه وسبسكرايب، عشان انا لحد دلوقتي مش عارف انت ليه ما عملتش لايك. يعني اعمل لايك والله العظيم مش هتستفاد، يعني هتستفاد حاجه. انت لو عملت لايك هتستفاد، ما عملتش لايك مش هتستفاد. شفت بقى؟ شفت انت وحش ازاي؟ اعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. ولو حابين موضوع ان انتوا تعرفوا ازاي عملت موضوع الارجاع اكتبوا تحت في الكومنت، وانا عينيا ليكم انتوا الاثنين، وانا عينيا الاثنين ليكم. اوكي. وهعمل لكم الفيديو. طبعا في فيديو جاي استنوني ان انا هفرجكم بقى على الحاجات المنتجات بتاعتنا دي، ال3 منتجات دول، وهعمل لكم انبوكس ليه كده. ويلا اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. باي.